مرحبا، عندي باربيكيو بارتي واختاروني أنا لحتى أعمل الدجاج، فحبيت أخدكم معي لحتى تشوفوا كيف بتبل الدجاج وكيف بفرزه. عملت خلطة تتبيلة بتكفي ل4 دجاجات، حجما من وسط لأكبر بشوي. البهارات هنن 2.5 معلقة كبار ملح، 2.5 معلقة كبار كاري، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة بابريكا، 2 معلقة كبيرة زنجبيل مطحون، معلقة كبيرة هيل مطحون، معلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة من القرنفل. وهلأ بالخلاط بدنا معلقة كبيرة من الثوم، يعني شي 6-7 أسنان، ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم رب البندورة، ومعلقتين كبار من الصويا صوص غامق أو فاتح ما بيأثر، بس ما تكتروا منه لو كان غامق لأنه يعني ممكن يمرمر شوي. وبدنا ربع كوب من الخل الأبيض، وربع كوب من الزيت ممكن نباتي أو زيتون، وربع كوب من الحليب أو اللبن المتوفر عندكم، 6 حبات من البندورة، 4 حبات من الفليفلة، بصلة حجم كتير كبير أو بصلتين، معلقتين كبار من رب الفليفلة معجون الفلفل. وهلأ مننزل التتبيلة السائلة على التتبيلة الباودر وحنخلطهم كتير منيح. وهلأ جبت الدجاج مقطع جاهز من عند الزلمة، مقطع كل دجاج ل8 قطع. هحاول صير فتح اللحم شوي كرمال توصل التتبيلة لجوا اللحم ويتغلغل هيك بالطعم. وبعد ما خلصت رح نزل التتبيلة على هالدجاج كله، ولحبيته بالبراد ليلة كاملة منشان يشرب النكهة، ما بصير نفرزه على طول، لازم نخليه شوي يشرب النكهة وبعدين منفرزه. وبعد بليلة جبت صحون وأكياس التفريز وبلشت اني حط الدجاج بالصحون، وباخد من التتبيلة البقيانة بالصواني وبحط على الدجاج، لازم يعني يتغرق كل الدجاج بالصوص. وبما انه نحن حنعمل المشاوي على يومين، بعد ما غلفت الدجاج من برا بجيب ورقة وقلم وبكتب شو في بقلب هالصحن، وبجيب لزق وبلزقها من برا. لو حطيتوا الورقة من جوا رح تشتش ورح تروح الكتابة، فهي الطريقة أحسن وأنظف. وبهيك صاروا جاهزين كلياتهم، بفوتهم على التلاجة وبخليهم ليوم السفر. وعلى فكرة ممكن تعملوا هالشي كمان وقت وحدة مثلا عندها ولادة أو وقت رمضان، أو لو انتو بتشتغلوا. كتير كتير هالطريقة بتوفر عليكم وقت وجهد. وبس هيك، باي باي.